شركة جاكو الألمانية والراعي الرسمي لتجهيزات المنتخب العراقي تعترف برداءة منتجاتها وتقدم اعتذارا للاتحاد العراقي وللجماهير العراقية بشأن حادثة تمزيق قمصان المنتخب العراقي في ودية الإكوادور. وماذا جاء في بيان شركة جاكو؟ والاتحاد الخليجي يصرح بشأن إقامة خليجي 25 في البصرة بعد اعتذار كوستاريكا من إقامة وديتها مع المنتخب العراقي في البصرة. فماذا جاء أيضا في تصريحات الاتحاد الخليجي؟ ورئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم يزور نظيره العراقي الكابتن عدنان درجال. فماذا دار بين الكابتن عدنان درجال ورئيس الاتحاد الكوستاريكي في هذا اللقاء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم، شو اخباركم؟ واهلا وسهلا بكم مقطع جديد. لا تنسوا تحطون لايك الفيديو وسبسكرايب القناة وتفعلون زر الجرس مشان توصلكم اخبار الكرة العراقية اول باول. ويلا نستمتع بالمقطع. قدمت شركة جاكو الألمانية الراعي الرسمي لتجهيزات المنتخب العراقي اعتذارها للمنتخب العراقي وللاتحاد العراقي وللجماهير العراقية بشأن حادثة تمزيق القمصان اللي كانت بمباراة العراق والإكوادور، وذلك في بيان لمدير المبيعات لشركة جاكو ومدير التسويق أيضا. وراح نقرأ لكم البيان اللي قدمته شركة جاكو للاتحاد العراقي. قالت شركة جاكو في بيانها: تقدم شركة جاكو للتجهيزات الرياضية اعتذارها إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم والجمهور العراقي كافة عن الأحداث الأخيرة بشأن قمصان لاعبي المنتخب العراقي التي تمزقت أثناء التحام 2 من لاعبي المنتخب في مباراة المنتخب أمام نظيره الإكوادوري في العاصمة الإسبانية مدريد يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني الحالي. ومع إجراء التحقيقات في الأمر لكشف ما حدث بالتحديد، أظهرت تحقيقات المختصين أن هنالك خطأ في اختيار المواد، يعني العطل من عندهم. لذلك قمنا في الشركة بسحب التجهيزات من التداول من مجموعة من فرق الأندية والمنتخبات. ونحن في شركة جاكو نفتخر لكوننا المورد الرئيسي لأطقم وتجهيزات المنتخب العراقي لكرة القدم، ونأخذ حادث تمزق القمصان على محمل من الجد. وستجري شركتنا محادثات مع المسؤولين المختصين لضمان عدم تكرار ما حدث من حادث في المستقبل. ومثل ما سمعتوا من شوي انه اعترفوا بغلطهم، اعترفوا انه العطل بمواد المصنوعة منها القمصان، اعترفوا انه القمصان ليست بالمستوى المطلوب وقدموا اعتذارهم. لكن بعد ايش؟ بعد ما حصل اللي حصل. وهون نحن لازم نوقف ونقول انه لازم يكون هنالك لجنة مختصة هندسية لاستلام القمصان من الشركة وفحصها والتأكد انها مطابقة للمواصفات اللي اتفق عليها اتحاد كرة القدم مع الشركة الألمانية، وبعدين يتم استلام القمصان. ما يتم استلامها بدون ما يتم الفحص. وهاي يمكن مو المرة الأولى اللي يسلمون قمصان جودتها رديئة والاتحاد العراقي يدفع ثمن القمصان الجودة العالية. هذا الشيء ما يصير. نتمنى انه يتم تلافي هذا الامر من الاتحاد العراقي لكرة القدم في القادمات، نتمنى ان شاء الله. نروح على خبرنا الثاني والخاص بخليجي 25 المقام في البصرة، حيث تداولت عدة صحف رياضية وصارت كثير من الاشاعات انه خليجي 25 ما راح يقام في البصرة، وخصوصا بعد مباراة كوستاريكا اللي الغتها كوستاريكا واللي كانت ايضا مخطط ان تقام في البصرة على ملعب جذع النخلة ملعب الميناء. فقامت هون عدة صحف واشاعات قالت بما انه كوستاريكا خايفة انه تروح تلعب بالميناء وخايفة انه تروح تلعب بالبصرة، لذلك خليجي 25 ما راح ينقام. ومن هاي السوالف تبع السوشيال ميديا اللي كنا نعرفها. لذلك قام الاتحاد الخليجي ورئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم وصرح بتصريحات نفى بهاي التصريحات كل هذا اللغط وهاي الاشاعات الكاذبة اللي تقام بانه خليجي 25 ما راح ينقام بالبصرة ومن هاي السوالف. وقال بتصريحات: ما حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية الملغاة لن يكون سببا او ذريعة يتحجج بها البعض لعرقلة عملنا لإقامة خليجي 25 بالبصرة. نحن على ثقة تامة بأن الاتحاد العراقي سيقوم بتصويب أي قصور والعمل على عدم تكراره وتداركه في حينه. وبهذا التصريح يكون سكتوا كل الإشاعات وكل المشككين بأنه خليجي 25 ما راح ينقام بالبصرة. راح ينقام بالبصرة وإن شاء الله راح ينجح وتثبت العراق أنها قادرة على إقامة أقوى البطولات بالعراق. نروح على خبرنا الثالث والخاص بودية كوستاريكا والمنتخب العراقي الملغى، حيث زار رئيس الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم نظيره العراقي الكابتن عدنان درجال، وذلك في مقر إقامة الكابتن عدنان درجال في قطر. وتحادثوا ودار الكلام بشأن ودية كوستاريكا اللي ألغيت. وطلب رئيس الاتحاد الكوستاريكي إنه ما تأثر إلغاء هاي الودية على علاقات الاتحاد العراقي لكرة القدم والاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، لكن أنا من وجهة نظري لازم تأثر على علاقات الاتحادين، لأنه هذا الفعل مشين، هذا الفعل عيب انه تجي على الكويت وتوقف على الحدود العراقية وتقول بطلنا نلعب. هذا الاولاد الصغار ما يعملونها. المهم نرجع على خبرنا
وعد رئيس الاتحاد الكوستاريكي أيضا لكرة القدم أنه يتم إعادة جميع المبالغ المالية اللي تسلمها الاتحاد الكوستاريكي بعد إلغاء الودية أمام المنتخب العراقي. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.